انت بتقول لي يكون معاك كام؟ من الافضل ان انت يكون معاك وانت جاي على البرتغال كده مش اقل من 3000 يورو. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، واخد بالك؟ عشان ما تتبهدلش وبتكلم للناس اللي معاها فيزا حيه، تمام؟ لان انت هتسكن في فندق او هوستل مش اقل من 10 15 يورو في اليوم، هتاكل وهتشرب، هتطلع الرقم الضريبي، بعد كده هتطلع رقم اللي هو السيجورانس سوشيال اللي هو الضمان الاجتماعي، هتطلع رقم اليوتندي اللي هو التامين الصحي. ده هتطلعه بفلوس وده هتطلعه بفلوس وده هتطلعه بفلوس. وانصحك ان انت تتعامل مع محامي، سيبك من الناس المتحايله، او مع شركه معروفه عشان خاطر يجي لك الباسورد، تبقى عارف مين الضامن بتاعك. النصايح دي والله العظيم بقولها لكم من قلبي، ومش عاوز حد يجي لي. انا مش عاوز حد يجي لي، انا قلت قبل كده الارزاق دي بتاعت ربنا، واخد بالك؟ لكن البرتغال فعلا بقت كلها تشتغل في الاوراق، بيشوفك كله بيشتم في كله، كله بيعيب في كله، بدل ما بيدور على شغل يستغل اخوه العربي ماشي اللي جاي ويقعد هنا وانا هعمل لك مش عارف ايه، وهو مش عارف اصلا. هو لسه جاي امبارح مش عارف حاجه، بس واحد خده وداه عند واحد عمل له مش عارف ايه، يقول لك اما اطلع من مصلحه من وراه. مش مهم بقى ايه المصايب اللي هتجيلك بعد كده، تمام؟ المهم اتعامل مع حد تبقى انت عارف الحد اللي انت بتتعامل معاه ده. سيبك من الناس تعالى وانت ما انتش عارف مين دوت، ومقابله النهارده على قهوه وقاعد على قهوه عمال استغفر الله العظيم يشرب مش عارف ايه وجاي اصلا مش في دماغه حاجه. فواحد تاني جاي مصفي النيه وهيتعب وعاوز يعمل اوراق عشان خاطر يطلع بقى زي ما انت بتقول كده مثلا ايطاليا. انت هتقعد مثلا مش اقل من 5-6 شهور عشان تاخد اقامه عن طريق التكوين المهني. فانت لازم تبقى فاهم ان انت لو قعدت في البرتغال انت محتاج ان انت تاكل، محتاج ان انت تشرب، محتاج ان انت تصرف على نفسك، وربنا يكرمك. ممكن تيجي اول ما تيجي تلاقي شغل، وممكن الموضوع يكون معاك برضو في الاول في صعوبه، يعني بتبقى ارزاق من عند ربنا. ولكن الافضل ان انت يكون معاك صنعه وفي نفس الوقت يكون معاك لغه عشان خاطر تعرف تتكلم. يعني اقل حاجه قلنا يا جماعه 20%، يعني 25%. ما بنقولش ان انت يكون معاك ايلتس ولا يكون معاك تويفل ولا يكون معاك مثلا شهاده ان انت راجل بروفيشنال في اللغه. يعني حاول ان انت تعرف نفسك في البدايه، لان انت لما تتعامل مع حد مش هيتعامل معاك باللغه العربيه او بالكلام العربي. فدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول 3 ارقام انت هتطلعهم بقى بكام؟ هتلاقي ناس كتير بقى باسعار مختلفه بقى، ماشي؟ تاني حاجه انت محتاج ان انت تدفع في معهد، اقل معهد اعمل حسابك مش اقل من 900 يورو او 1000 يورو، واخد بالك؟ لا اقل تخصص لمده سنه زي ما قلنا، ماشي؟ ادي عندك مثلا قول ال3 ارقام دول هتطلعهم مثلا ب 500 يورو. انا بكلمك لو انت تعمل الكلام ده مع نفسك او مع حد. بعد كده انت محتاج بعد كده تطلع شهاده السكن. شهاده السكن هنا بتتباع وناس سماسره فيها اللي بيعملوا لك مش عارف ب 400 يورو 500 يورو، وانت ما انتش عارف الساكن دوت اصلا، واخد بالك مكانه فين. ولسه واحد مقابلني جزائري عنده مشكله ان هو اشترى شهاده السكن، وبعد ما اشترى شهاده السكن يا عيني جاله كارت الاقامه، والراجل صاحب البيت البرتغالي استلم كارت الاقامه وقال له انت مين اللي اداك العنوان بتاعي؟ انت مين اللي اداك العنوان بتاعي؟ وراح جاي طالب له الشرطه. بدل ما ياخد كارت الاقامه دخل نفسه في مشكله، ودخل اللي عمل له شهاده الجنطه في مشكله تاني، ماشي؟ فبلاش بالله عليكم عمالين ننصح الناس من قبل ما نفتح الشركه ومن قبل ما نشتغل. وكنا بنطلع نقول للناس خلي بالكم من ده وخلي بالكم من ده، ولو هتسكن في البرتغال من حقك ان انت تعمل شهاده سكن ببلاش. لكن المشكله الناس مش عايزه تقعد في البرتغال، عايزه تعمل كل حاجه وتطلع على فرنسا وتطلع على ايطاليا وتطلع على بلجيكا عشان خاطر تشتغل في الاسود وتعمل فلوس. يا عم ماشي، انا ما قلت لكش حاجه اقسم بالله، بس يوم ما تعمل ورقك اعمله بالشكل الصحيح عشان ما تجيش بعد كده تخش في مشاكل. البرتغال كل يوم وزي ما قفلوا المانيفست انا بقول لك اهو، ماشي؟ هيجي اليوم اللي التكوين المهني كمان هيتقفل وهتبقى اتقفلت كده بالضبه والمفتاح، وساعتها برضه هنكون احنا السبب من اللي احنا بنعمله ببعض. لا بنحب الخير لبعض ولا بنحب نعاون بعض ولا انا الناس بتجيلي اقسم بالله انا يعني مع الرغم ان ده شغلي، ماشي؟ ومن قبل ما يكون شغلي كنت بطلع بقول للناس روح هنا واعمل هنا، ما باخدش يورو اكتر من 3 سنين ونص، ويشهد عليا ربنا. وارجع بالفيديوهات يا ابني لليوتيوب والتيك توك والفيسبوك من زمان، الحمد لله رب العالمين. انا مش ما بقولكش ان انا يعني ايه في ناس احسن مني بكتير، بس انا بكلمك بلاش تخلي حد يستغلك، وبلاش تخلي حد
يعني في الاول بالذات ان انت لسه جاي ما انتش عارف حاجه يا عيني، واخد بالك؟ حتى الورقه اللي بتطلع لك انت ما انتش عارف اصلا الورقه دي مضروبه ولا حد عامل لك اسكان عليها وشايل اسم حد وحاطط لك رقم ضريبي بتاع حد وحاطط لك اسمه، فانت شايف اسمك وتيجي بعد كده تخش في مشاكل. الباسورد انت محتاجه بتاع الرقم الضريبي ده، لازم تبقى عارف الضامن بتاعك مين. فانا بكلمك ان انت ده كده اقل حاجه ان انت يكون معاك 3000. بعد كده انت محتاج بعد ما بتقدم في المعهد، بعد ما بتطلع شهاده السكن او تعمل عقد ايجار، ماشي؟ وهتسكن مثلا في غرفه وحد يعمل لك عقد ايجار، ينفع حد يعمل لك عقد ايجار لو انت ساكن في غرفه، وهتعيش في البرتغال وهتدور على شغل في البرتغال وهترضى باللي ربنا كتبه لك لحد ما تستلم كارت الاقامه في ايدك، ماشي؟ وبعد كده اعمل اللي انت عاوزه يا عم، اعمل اللي انت عاوزه، مفيش مشكله. تروح هنا بقى، تروح هنا تغير الاقامه بتاعتك، مفيش مشكله. كان اكتر يبقى احسن، خير وبركه. ف ال 3000 دول يا دوب كده انت هتصرف بيهم على الورق. يعني انت محتاج من اول ما تنزل تلاقي شغل وتدور على شغل وترضى باي حاجه بقى، ترضى باي حاجه بقى، اغسل اطباق، اشتغل في مطعم، اشتغل في اي حاجه. اللي الرزق اللي يجيلك ما تقولش ايه، ما تقولش لا، ما تتبطرش على النعم. ابدا صغير، هتتعرف على ناس، هتعلم اللغه، بعد كده هتلاقي الدنيا بتتفتح لك، تمام؟ وطول ما انت بتعمل خير وبتساعد غيرك وبتقول ما تستغلش حد، واخد بالك؟ والله العظيم ربنا هيكرمك. انما اللي بيستغل الناس دوت عشان خاطر يمصلح من وراه 50 يورو و100 يورو و200 يورو و300 يورو، واخد بالك؟ اقسم بالله ده ما هيشوف خير، لان ده مش شغله اساسا. ما احنا كنا شغالين وغسلنا اطباق، اشتغلنا في فنادق، اشتغلنا في شركات تجميل، واشتغلنا في شغل اداري بعد ما خدنا الاقامه قبل ما نفتح الشركه. عمرنا في حياتنا ما خدنا يورو واحد من حد كنا بنقول له روح هنا واعمل هنا واعمل عشان ما تقعش تحت ايد واحد متحايل يشتغلك ينصب عليك. فالثلاثه دول كده يعني اقل حاجه عشان خاطر انت تقدر تدفع مصاريف المعهد وتطلع الثلاث ارقام اللي انا قلت لك عليهم دول، تطلع شهاده السكن. اخر حاجه لازم تكون عارفها بقى، ماشي؟ واللي هي يعتبر اهم حاجه، فلوس المحامي اللي هيرفع لك القضيه. فلوس المحامي اللي هيرفع لك القضيه ديت مش اقل من 800 يورو. ده لو محامي يعني كويس، ماشي؟ مش اقل من 800 يورو، تبقى عامل حسابك كده. لو دخلت لك في كام؟ في 2000 ونص، يعني اتفضل معاك 500. انت مطلوب منك تسكن وتاكل وتشرب وتأجر، وعشان تأجر غرفة هياخد منك شهر تأمين وشهر إيجار. عشان تأجر غرفة في البرتغال هياخد منك شهر تأمين وشهر إيجار. فأنت لازم تبقى عارف الكلام ده. لذلك في ناس لما بتتعامل معانا بعد ما بتاخد فيزا السياحة احنا بنبدأ نمشي لها في الإجراءات، ماشي؟ بنخلص لها الحاجات دي من غير بقى ما تيجي وتسكن وتدفع فلوس بقى للهوستل واكل وشرب وطيران وبتاع. احنا بنخلص لها كل حاجه. برضو مش بقول كده عشان خاطر ايه ما حدش ياخد الكلام عليا ان انا بسوق لنفسي. انتوا كرهتوني اصلا اسوق لنفسي، انتوا كرهتوني، لان ده مش اساسا مش محتوايا، ده اساسا يعني مش هدفي. انا هدفي ان انا اطلع اديك معلومه تمشي وراها وتدعي لي تقول الله يبارك لك يا ابو مهند. لكن انا بقول لك معظم الناس 90% منهم الحمد لله رب العالمين اللي بتتعامل معانا بنعمل لهم كل الحاجات ديت، بتيجي على موعد البصمه، بتيجي قبلها مثلا باسبوعين 3، خلاص بعد كده خلاص، عشان خاطر اخر حاجه بنعملها للعميل بعد ما بنعمل له كل ده، ماشي؟ بنعمل له اللي هو الحساب البنكي، لازم هو اللي يجي يفتحه هنا، والدراسه بتكون اونلاين، تقدر تدرس في اي حته. واللي بيقول اسعارنا مش عارف ايه 7000 و8000، بطلوا كذب وافتراء، عشان خاطر احنا بنعملها اقل من كده بكتير. يعني 3750 بعمل لك ملف كامل، من ضمنهم كمان عقد ايجار باسمك وقضيه ومصاريف جامعه